السحر المرشوش، خصوصا السحر اللي يكون مرشوش عند عتبة البيت، وأغلب الأسحار تكون مرشوشة عند عتبة البيت ليكون هذا البيت مصاب وأفراد العائلة مصابين. هي من علامات تاع البيت المرشوش عند عتبة السحر المرشوش عند عتبة البيت أنه الإنسان يحس بتنمل في رجليه، ويحس ثقل في رجليه، ويحس بحرارة في رجليه والفشلة. هذه من علامات تاع السحر المرشوش عند البيت. ونقولوا خاوتي كي تخرج وتلقى العتبة تاع الباب نتاعك مرشوشة، واش دير؟ تحضر الماء وترقي فيه آيات إبطال السحر مع الفاتحة والمعوذتين والفلق وأواخر سورة البقرة، وتضع فيه خل وملح وتتركه قليلا، ثم تقيسه عند العتبة تاع الباب وتحك بالبالية مليح. واغلب اللي راهم يرشوا هذا الماء الا صبت الماء بزاف عند العتبه تاع البيت، اعلم انه ليس رشا ولكن حيله ليأخذوا من اثار الصباط نتاعك او الاديداس ولا الحذاء اللي تكون لابسه. يديروا الماء بزاف عند الباب باه كي تحفس انت تروح هما يجوا يهزوا هذاك التراب الاثار تاع الحذاء نتاعك اللي فيه اسحار كارثيه. فهمتوا اخوتي؟ وهذا من بعد نهضروا على العلاج تاعو نتاع اثار الحذاء اللي راهم يسحروا فيه هذو الشياطين، وكيف يستعملونه في الاسحار، وكيف نبطله باذن الله. هذه حبيت نعطيكم حوصله عامه، خاطر سالوني عليها بزاف في التيك توك وما نقدرش كل واحد نجاوبه وحده، لازمني ندير فيديو الاخر نحكي لخاوتي ونفهمهم. وكاين امور سوف نتطرق لهم في الايام القادمه باذن الله، وتوضيحات في امور عده باذن الله. تابعونا. مع تحيه الشيخ الراقي والمعالج والباحث ابو تقي الله الجزائري.